المضطجع هي ناعس، كيكون مضطجع يعني متكي هكا، ولكن ماهوش ناعس مدين نعاس، غير مجبد هكذا. واحد واقف عليه بواحد الصخرة، صخرة كيجيب ديك الصخرة وكيضرب بها الراس ديالو، الراس ديال هذاك اللي ناعس، كيتشتت الراس ديالو، يتلغ راسه ويتشتت الحجر، الصخره كتولي فتات يتشتت. كيمشي هذاك كيجمع داك الحجر، ملي كيمشي يجمع الحجر باش يعاود يضربو تاني، هذاك كيرجع راسو كي كان. نسأل الله العافية. الراس تشتت ويعاود يتجمع، وهكذا يعاود يجمع داك الحجر يولي صخرة، ويعاود يضرب بها الراس ديال هذاك، والراس يتعاود يتجمع ويعاود يتشتت، وهكذا بحال المرة الأولى. النبي سول الملكين قال لهم شنو هذا؟ شنو كيعني هذا؟ شنو معناه؟ قالوا لي هذا هو الرجل اللي من الأمة ديالك، هذا العذاب ديالو اللي هذاك هو العذاب ديالو، أنه ياخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. معناه كتقول ليه القرآن، قال لك وديش نديرو بالقرآن تتا الله يهديك، داك شي فات وقته. تقول ليه راه الله قال لك وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول لك انا كي راه الدور في المصلحة وانا ما نمشي نكري، انا خصني ندير داري، خصني نمشي نشد الربا. هذا هو يرفضه، ويرفضوه يهجره، لا يقرأ القرآن. قل لي شحال كتقرا من آية في الأسبوع في اليوم؟ انت شوف سول راسك، هذاك راه رفض للقرآن، هذا حتى لا كنتي تعمل به، ولا كنتي ما تعرفش تقرا شحال سمعتي ليه، ولا ما كنتيش اللي كيحفظ القرآن شحال قدمتي ليه من خدمة، شحال ديتي من خبزة لهذاك اللي سير يحفظ باش يحافظ على كتاب الله تعالى. هذيك راه تما رفضتي القرآن، وهذا هو اللي يشكي منك الرسول، يتبرأ منك. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعجبك تخدم الأمور ديال الشيطان، السيدي اللي خرج فيه شي غنية جديدة ما يفوتكش، ولكن ما عمرك شريتي شي مصحف أو تفسير أو وحفظتي شي آيات من القرآن. ها هو المشكلة فين باقية، لأن مازال ما انتهى، ما درنا والو، راه مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق، باقي القبر واش دزناه؟ راه باقي، ملي ما دزناهش راه باقي. أو لا ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا الملكين قال لي هو ينام عن الصلاة المكتوبة المفروضة. الصلاة ملي كيقرب وقت الصلاة ينعس هو، لأنه يبات ساهر مع الشياطين، وملي يجي الصلاة خير من النوم يقول ليه تنعس ما عندك ما تقول فيه، ويزيد على الفسق ديالنا نسأل الله. ثم من الأشياء اللي كتعذب في القبر الكاذيب، وهذه ولات عندنا تجارة رائجة، تجارة الكاذيب هي السلعة اللي ولات كتصرف، وكيسموها حداقة ويسموها سياسة ويسموها ما نعرفهاش. تاجر يكذب، والموظف يكذب، والفلاح يكذب، والمرشح يكذب، واللي بينتخب عليه يكذب، وهكذا كل شيء يكذب. الغرض هو يوصل، ولا حرفة تجارة السمسارة ولا ديال الكذب. لو سمعش كيتسناك إلا كنتي من هذا الصنف. في نفس الحديث اللي رواه هذا ابن جندب قال لك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلقيا على قفاه. ملي في هذيك الرحلة شاف النبي صلى الله عليه وسلم رجل
ملقي على ظهره، ناعس على ظهره، وواحد واقف عليه بواحد الكلوب بحال المنجل ديال الحديد. نعطيك المثال باش تفهم. وكيجي لهاد الشدق ديالو كيشرقو حتى يوصلوا لهنا، ويعاود يدوز الشدق ديالو الاخر حتى يوصلوا لهنا، ويهود ليه من هنا من المنخر ديالو حتى يهود هنا الدقن، ومن المنخر حتى يوصل للقفا ديالو، كيشلضوا بداك الكلو. وكل ما مزقوه كيعود يرجع كيف كان، ويعاود ليه نفس العقوبة، نسأل الله العافية، ويتحول الجهة الأخرى ويدير بها هكا، وما يكاد يسالي من هاد الجهة يشرقها حتى يلقى الأخرى رجعت كي كانت، يعاود تاني يشرقها، نسأل الله العافية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سول الملكين مالو هذا، هم كيعذبوه هذا العذاب؟ قال لي هذاك هو اللي شتي العذاب ديالو هكذاك، هو اللي كيطلق الكذبه، غير كذبه، وما انت راه كديرش كذبه، تبارك الله عليك راه محترف. هذا واحد يطلق كذبه كذبه فتبلغ الآفاق، يطلق شي كذبه يقول لهم شفت فلان دار، او لا شفت فلان في المكان الفلاني، او لا هو كيكذب، ما عندوش علم بهذا الحق، هو العذاب ديالو يوم القيامه. هذه كذبه وحده، فما بالك لو انت تكذب كذبات، واغلب حياه الناس كلها في مجالسهم وفي معاملاتهم وفي تجارتهم مبنيه علاش؟ على الكذب والعياذ بالله. زيد ايضا من اللي كيعذب، اللي يعذب به الله تعالى في القبر، المشي بين الناس بالنميمه، كتمشي لهذا تقول ليه راه قال فيك فلان، وهذاك فلان تسمعوا شي بغى يقول لك تعاود تردها للاخر بقصد افساد العلاقه بينهم. وعارفين الحديث راه ذكرناه شحال من مره، ان النبي صلى الله عليه وسلم داز على واحد جوج قبوره كيتعذبوا، قال لهم شتي هادو راه ما كيتعذبوش في شي حاجه كبيره. شنو هما؟ احدهما كان يمشي بين الناس بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستتير من البول، كان غير يبول غادي في الطريق يوصل شي حيط يبول ويكمل البقيه على فخاذه ويزيد في حالته، يبول والبول يطير عليه، وكيجوا حتى لورا الحيط، كاين اللي يبول على حيط الجامع، نسال الله. انت الان عرفتي الخطر، قلت لك الخطر هو السؤال اللي كينتظرنا امام قاضي التحقيق، وهذا قاضي التحقيق ما كيترشى، هذا فتان القبر، ما عندك ليه وسيطه الا عملك، ما تنفعك معاه رشوه الا عملك، ما ينفعك معاه جاهك ولا منصبك ولا مالك ولا نسبك ولا حسابك. وهانت شفتي الاسئله فين موجهه، وعرفتي الاعمال اللي غتوصلك للنجاه، والاعمال اللي غتأديك والعياذ بالله للهلاك، فاجتنبها وكن على حذر. نفعني الله واياكم بالقرآن العظيم وبما سمعناه من حديث سيد المرسلين، واجارني واياكم من عذابه المهين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن السادة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة، وعن باقي الصحابة الكرام الميامين، خصوصا الأنصار والمهاجرين، وارض اللهم عن آل بيت النبي الطيبين الطاهرين، وعن ذريته وأزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم
بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين فخذهم ومن والاهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك. اللهم سلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. وسدد بهدايتك وتوفيقك سلطان البلاد محمدا السادس، ووجه بتوفيقك الحكيم وتدبيرك القويم خطاه لما تحب وترضى ولما يسعدنا في الحال والمآل. وبارك في ولي عهده واجعل العاملين معه بطانة خير ترعى مصالح البلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له الحق علينا آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.